السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل غدا سهل وسريع جدا وهيعجبكم معايا ان شاء الله. معايا سبانخ وملوخية خضراء وبامية وفراخ ورز بشعرية. يلا بقى كده بينا نشوف التكات والحركات بتاعت مشويات ياسمين. ويلا بقى بينا نشوف سر الطبخة بتاعتنا النهاردة. معايا كده السبانخ الجميلة دي اللي انا كنت فرزاها معاكم قبل كده في شهر رمضان، والبامية الجميلة الصغنطوطة دي كنت مفرزاها معاكم قبل كده، بس التفريز ده كان السنة اللي فاتت مش السنة دي، يعني البامية دي من السنة اللي فاتت. وكده معايا بقى الفرختين دول واخدة منهم الصدور والكتاف عاملاهم بانيه، ومعايا بقية الفرختين نشوف هنعمل بيهم ايه. معايا حلة على النار، ومعايا كده معلقة سمنة، اي مادة دهنية انت بتحبيها على قد ما تقدروا. حاولوا تقللوا من المواد الدهنية دي علشان الكوليسترول طبعا ما يعلاش. وكده بقى معايا البصلاية دي مقطعة صغير، وهنزل بقى كده بيها على السمنة، وهنزل اقلب كده لحد ما ايه تحمر معايا شوية. اول ما تدبل كده معايا هنزل عليها بالايه بالثوم. وكده هنزل بقى كده بالثوم الجميل ده، ثوم مفروم طبعا. واحنا كده هنعمل مع بعض السبانخ، وهفضل اقلب كده في البصلايه لحد ما لونها يبقى ذهبي. شايفين اللون ده كده؟ لسه تاني شويه، بس هو اللون ده كده اللي احنا عايزينه. هنزل بالطماطم المعصوره، وبعد كده هنزل بمعجون من صلصه الايه الطماطم، معلقتين مش كتير. وبعد كده بقى ايه هغطيه شويه تتسبك كده سيكه مع بعض، واحط ايه طرف المعلقه سكر، عشان السكر ده بينزع الحموضه من الطماطم وبرده من السبانخ بتبقى حاميه شويه يا بنات. وكده بقى معايا السبانخ الحلوه الجميله دي لازم تكون خارجه من الفريزر كده، ما تسيبهاش تفك، عشان تحتفظ بلونها وتحتفظ بايه بالفوائد بتاعتها. وكده بقى خلصت معايا السبانخ، هزودها كده حبه شوربه عشان تبقى ملحلحه كده، ميبقاش ناشفه. لازم كده يبقى ايه الاكل بتاعك يكون ملحلح كده بالشوربه. وكده بقت جاهزه معايا اللي انا احط عليها معلقه الرز اللي انا غسلاها دي معلقه رز كبيره مغسوله طبعا. وكده هضيفها على السبانخ، ان السبانخ طبعا بيتحط لها رز، لازم يتحط لها معلقه رز كبير. وكده هخليها بقى ايه اغطيها عشان الرز يستوي. وكده بقى هدي عليها النار واشوف انا هعمل ايه. معايا بقى حله كده تانية حطيت فيها بصل وطماطم، وحطيت ايه الفراخ بتاعتي، وبعد كده هنزل ايه بالفلفل الاسود الجميل ده، وبعد كده هنزل بالملح والبهارات بتاعتي، ورق لوري وحبهان وروزماري. وبعد كده بعد ما انزل معايا كده التوابل بتاعتي الجميله دي، هفضل اقلب كده بقى اشوح والوح كده فيها لحد لما اللون بتاعها يغير وتاخد الصدمه الحلوه الجميله في الحله. وطبعا الطريقه دي بتبقى احلى كتير جدا من الميه المغليه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم، والشوربه بتاعتكم هتبقى دسمه جدا، وهوريها لكم في اخر الفيديو لما الفراخ تستوي. وبعد كده بفضل اشوح والوح فيها لحد لما انزل بالمية المغلية. لازم تنزلي بمية مغلية، لو نزلتي بالمية الساقعة هتعمل معاكي ريم ومش هتبقى لطيفة خالص، ومش هتستوي اصلا معاكي بسهولة. لكن كده هتاخد بتاع 3-4 غلوات وهتلاقيها ايه استوت وبقت جميلة. شايفين بقى كل الدسم ده؟ الدسم ده جاي من الايه من الصدمة اللي احنا خدناها للفراخ في اول الفيديو. وكده الفراخ خلصت معايا كده سليق، وبعد كده عملت لها خلطة جميلة كده بالبصل والطماطم، وايه بعد كده نزلت عليها عشان احطها في الفرن. ومعايا بقى حلة كده تانية على النار حطيت فيها معلقة من السمنة ومكعب من الزبدة عشان خاطر اعمل البامية بتاعتي الجميلة دي. ومعايا بقى كده بصلاية متقطعة مكعبات صغيرة، وبعد كده مش هسيب فتفوتة طبعا بصلاية فين في قلب الطبق، ان البصل غالي جدا. البصل ب25 جنيه الكيلو، الله المستعان والله على الغلاء اللي احنا فيه ده. وبعد كده نزلت بايه فصين توم مفرومين عشان يفحفحوا معايا التخديعة كده بتاعت البامية الجميلة اللي احنا هنعملها مع بعض. احنا عندنا البصل ب25 و20. انا عايزة بقى اشوف في الكومنتات عندكم بكام. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يا احلى متابعين. ومعايا بقى كده معلقة كبيرة من هريسة الشطة الجميلة دي. لو ما عندكش هريسة شطة حطي فلفل عادي، حطي فلفل حار، حطي فلفل رومي على حسب ما انت بتحبي ايه، سبايسي ولا عايزاه حلو.
وانا كنت عامله معاكم قبل كده هرسة الشطه دي في القناه عندي، وان شاء الله هنزلها لكم في البايو. و والتفريزات دي طبعا بتسهل علينا طبخة كل يوم. هنعمل غدا ايه، هنعمل غدا ايه، لا انتوا تفتحوا الفريزر على طول وتطلعوا الحاجة على الرخامة وبتبتدوا تشتغلوا، والاكل مش هياخد معاكم نص ساعة. كده البصلية بتاعتي بقت جولد حلوة كده، نزلت عليها بصلصة الطماطم المعصورة ومكعب من المرقة وفلفل اسود وملح والسبع بهارات بتوعي الحلوين. وبعد كده هنزل بمعلقتين معجون صلصة الطماطم عشان تعزز اللون كده معايا، ان انتوا عارفين الطماطم اليومين دول مش حمرا قد كده. وبالبامية بتاعتي الجميلة دي، البامية دي بتاعت السنة اللي فاتت يا بنات، مش بتاعت السنة دي اصلا، بس انا طلعت كان عندي كيسين كده، قلت اما اعملهم كده ايه عشان اخلص منهم بقى ونبتدي بالباميه الجديده. هغطي عليها كده تاخد غلوه واحده، بعد كده هنزل بايه بكم مغرفه من الشوربه كده، عشان ايه طبعا نخلي الاكل بتاعنا ملحلح زي ما انتوا عارفين، ويستوي كده براحته ويتخدع براحته، تبقى احلى باميه زي ما انتوا شايفينها كده. وكده خلصت معايا الباميه الحلوه الجميله دي. وهبتدي بقى كده ان انا ايه احطها في الرام، او احطها في الايه في اي طاجن بيركس او طاجن فخار. كده انا معايا الطاجن الفخار ده، هبتدي بقى ان انا ايه احط فيه الباميه عشان ادخلها الفرن. ويا سلام بقى لو كانت معموله على لحمه، كنت احط بقى كام قطعه لحمه كده وهي بتاخد الغلوه الاخيره، وبعد كده كام حته برضو وانتي حطاها في الرام بتاعك، وانتي حطاها في الفرن كده تاخد معاكي وش جميل، وهتخلي الطعم ايه جميل جدا. انا عن نفسي بحب الباميه باللحمه الضاني، انتوا بتحبوها بقى بايه؟ وهي برضو مع الفراخ ما قالتش لا، برضو حلوه وجميله وطعمها مسكر ولذيذ، جربوها بطريقتي هتعجبكم جدا. ويلا بقى كده بينا نحمر الشعريه الحلوه دي. انا كنت محمراها بقى مسابقه الفيديو شويه وغسله الرز، وهنزل كده بقى ايه اقلب والوح كده في الرز واشوح كده لحد لما ايه يمتص ميه الغسيل خالص، عشان انا مش عايزه فيه ميه. وهنزل بالملح بتاعي والمكعب المرقه وافضل اقلب اقلب اقلب. وبعد كده هنزل بالميه المغليه. اول ما هنزل بالميه المغليه هتلاقيه بيغلي معاكوا كده على طول، ياخد غلوتين كده، وبعد كده هوب وطي عليه النار على طول وخليه على نار. والرز اول ما يتشرب لازم يبقى على نار هادية عشان خاطر يستوي كده معاكوا ويبقى طعمه لذيذ ومفلفل كده، وكل واحدة بوحدتها، والشعرية كل واحدة بوحدتها. معايا بقى كده حلة على النار، هنعمل معاكم احلى ملوخية خضرة هتشوفوها في حياتكم. بصوا كده ايه الشوربة معايا دسمة ازاي، عشان انا كنت عاملة الخطوة بتاعت صدمة الفراخ. بصوا شوربة دسمة ومالية وضعها كده. هنزل بالملوخية بتاعتي الخضرة الجميلة دي، وهفضل كده اقلب شوية لحد لما افككها كلها كده من بعضها. وبعد كده هعمل بقى ايه احلى طشة بالتومة. ويلا بينا نعمل الطشة بتاعت الملوخية. معايا طاسة على النار ومعايا معلقة من السمنة كده، هنزلها في الطاسة لحد لما تسيح. وبعد كده هنزل بالتومة الجميلة بتاعتي، التومة المفرومة دي، وهفضل بقى ايه اقلب فيها شوية كده لحد لما ايه لونها يغير سيكة. وبعد كده هنزل بمعلقة من الكزبرة. طبعا الكزبرة بتودي الملوخية في حتة تانية خالص، بتودي طشة الملوخية في حتة تانية، ريحتها بتجيب اخر البيت وبتسمع كده عند الجيران، والريحة بتفحفح عند الجيران. وكده الفراخ خرجت من الفرن والملوخية جهزت، وطاجن البامية خلص، والسبانخ الجميلة دي اللي لسه الموسم بتاعها هيهل علينا ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الشتاء، وان شاء الله هيبقى اكلة جميلة النهاردة معانا، واحلى غدا بألف هنا على قلبنا. ويلا بقى اتفضلوا معانا. ولو اول مرة تشوفوني لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. باي باي.